بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. طبعا بنغيب غيبتنا ونرجع بالمفاجآت. شايفين بقى الصينية اللي معايا عاملة ازاي، والسلطة والطحينة. الله، احنا نركز في الصينية، سيبنا من السلطة ومن الطحينة. احنا خلينا في الصينية بتاعتنا الرائعة جدا جدا والشهية قوي قوي قوي. وشايفين بقى الالوان والروايح. الروايح مش قادرة اقول لكم كانت عاملة ايه في اليوم ده. شايفين الجمال؟ انا بجيب لكم الكاميرا من قريب ومن بعيد عشان تبقى واضحة 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 واضحة، وضوح الشمس زي ما بيقولوا. شايفين الجمال؟ الشيش طاووق بقى، والفراخ المشوية والكفتة المشوية. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا. اول حاجه كده هنعمل التتبيله بتاعه الشيش طاووق. طبعا احنا ممكن نتبل التتبيله بتاعه الشيش طاووق دي مع الفراخ عادي جدا زي ما احنا عاملينها مع بعض قبل كده. احنا طبعا جبنا كيلو من صدور الفراخ مع الفرخه اللي احنا جايبينها. تعالوا بقى احنا هنستفاد بايه من الكيلو بتاع الصدور بتاع الفراخ، هنعمل بيه ايه؟ طبعا طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. هنجيب بقى بولة ونحط كل القطع اللي احنا قطعناها، وهنجيب بقى ملح وشطة وبابريكا وكزبرة وفلفل اسمر وتوم وبصل بودر. وطبعا هنا بتاع زبادي، كوب كده من الزبادي. وهحط كمان فصين 3 كده من التوم. والكيس ده بقى مش قادره اقول لكم ريحته حلوه قوي، وفي التتبيله رائع جدا. انا اول مره اجربه وكان رائع جدا جدا. انا هقلب بقى كل المكونات. الكيس ده هيفضل معايا لاخر التتبيلات عشان نبقى عارفين. هقلب بقى كل ده. طبعا هنا الزبادي بتطري الانسجه بتاعه الفراخ، بتخليها طريه جوسي كده مش ناشفه، عشان نبقى واخدين بالنا من التركات والحركات. هسيب دي بقى على جنب، هنسيبها على جنب. يلا بينا بقى نقول نعمل بقى التتبيلة التانية. معانا فلفل حامي وبارد وبصل وليمون، وهنحطهم كده في الكبة زي ما احنا شايفين مع بعض. وهحط كمان 3 فصوص توم. التوم هنا مع الفراخ بيدي تيست حلو قوي وبيشيل اي زفارة من الفراخ. هنحط كمان حزمة كده بقدونس او كزبرة. طريقة حلوة ولذيذة. ملح وشطة وبابريكا. هنا البابريكا بقى اساسي في التتبيلة بتاع الفراخ عشان نبقى عارفين. والبابريكا والشطة والسنة كده من الكمون وكزبرة ناشفة برضو. وهحط كمان حبة من التتبيلة اللي معايا. طبعا هنا الليمونة عاملينها بقشرها، ناخد بالنا. هديلهم بقى فرمة حلوة قوي. طبعا احنا الدنيا دلوقتي صعبة قوي قوي والغلا صعب، وانا لو عندك عزومة وعايزة افكار وتعملي الطريقة دي حلوة قوي وموفرة للوقت والمجهود. ولو عايزة تعمليها في الفرن مفيش مشكلة تماما، وتتبيلات حلوة ورائعة. هنجيب بقى الفرخة بتاعتنا كانت كيلو ونص، صغيرة مش كبيرة. هبدأ بقى فتحات من الداخل، مش هعملها من الخارج، لا من الداخل زي ما احنا عارفين واخدين بالنا. هنشكشك كده وهنفتح ما بين الأجنحة والصدور زي ما احنا شايفين مع بعض. وابتدي برضو اقلبها على الناحية التانية. شايفين انا بفتحها عشان التتبيله تتشرب. طبعا انا عملتها في ساعتين، ما قعدتهاش يوم ولا ليله ولا اي حاجه. انا قعدتها ساعتين بس وخلاص. هحطها بقى في بوله زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا الفراخ بتاعتي مغسوله ومنقوعه كويس جدا بالملح والليمون والدقيق. مفيش خل عشان الخل بيزود نسبه الزفاره لو في خل. نبقى واخدين بالنا. مش هغسل طبعا الكبة عشان في خطوات تانية. والتتبيلة بتاعتنا حلوة وريحتها مش قادرة اقول لكم. طبعا هنا انا ما حطيتش لا طماطم ولا حطيت اي حاجة. التتبيلة بتاعتي فلفل وبصل وبس، فقط لا غير، وليمون وشبت وكزبرة. والبهارات بتاعتي سهلة وبسيطة، البهارات الموجودة عندك والمتاحة عندك في المطبخ. نتحدى بقى الغلاء يا جماعة ونعمل أكلنا بطريقة سهلة وحلوة. لو هتعملي فراخ بس اعملي فراخ بس، لو هتعملي شيش طاووق اعملي شيش طاووق، لو هتعملي كفتة يبقى هتعملي كفتة. احنا قلنا كل الأفكار في فيديو واحد عشان نسهل على بعض الظروف بتاعة المعيشة.
كده خلاص تتبيله الفراخ تمام وكله تمام. يلا بقى نركنها على جنب. يلا بينا. تعالوا بقى مكان هنقطع الفراخ. بس انا هنا ايه نسيت وقلت الاول، كان المفروض الاول قبل ما اقطع الفراخ معايا قطع صغيره كده قبل ما احطها في الكبه اضرب الخليط الاول بتاع الكفته، وهو عباره عن طماطم وبصل وقرن سبايسي وفلفل اخضر، وهحط كمان فصين التوم. التوم قلنا مش هيخلى من الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. يلا نفرمهم، يلا نفرمهم. فرمتهم هنا ناعم جدا جدا جدا، وهحط عليهم معلقه من الملح عشان اي ميه فيها انا عايزاها. فالبصل والتفل بتاع البصل بمعنى اصح عايزاه من غير ميه. هركنه بقى على جنب. تعالوا بقى نخلط الفراخ بعد ما قطعتها، وهحط عليها كده لو كيلو الفراخ حط عليه ربع كيلو او 8 كيلو من الليه. انا طبعا ما كانش عندي الا جرامات جدا قليله من الليه، فانتي زودي، بتدي تيست حلوة قوي قوي وبتدي طعم كمان حلو. طبعا معايا شبت وكزبرة فرمتهم، ومعايا برضو الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة الناشفة. وهحط كمان 3 معالق او 4 معالق من الدقيق بيمتص المية اللي في الفراخ، لو في مية او في يعني بخليها تمسك معاكي. عايزه تحط بقسماط مفيش مشكله، لكن الدقيق بيمتص الكميه بتاعه الميه وما بيبانش في الكفته. طبعا هنا التتبيلات، الكفته طبعا زي ما احنا شايفين قلتها في بوله تانية، وهحطها في الفريزر لما اجي استعملها. طبعا هي مش هتاخد وقت معايا، انا قلت التتبيلات اللي معايا ما خدتش معايا وقت ولا بيتها ولا حاجة، هما ساعتين بس من الزمن. وطبعا مية البصل انا احتفظت بيها، صفيت البصل واحتفظت بمية البصل، ناخد بالنا من التركة دي. هحطها بقى على جنب ونشغل الفحم بتاعنا. طبعا كده ولعت فحمتين كده على البوتاجاز هيلبسوا لي الدنيا، بس مش مشكلة عادي. وهنجيب بقى الشواية بتاعتنا وهنحط الفحم ونقعد بقى ايه نسلي نفسنا بقى. الفحم كده خلاص ولع. تعالوا بقى نحط اول حاجة معايا الفراخ. شايفين الجمال؟ الله. هسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها. وتعالوا نعمل الشيش طاووق زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة وبسيطة. هحط مقطعة فلفل وبصل وطماطم، مش فلفل الوان اهو عشان محدش يقول احنا الدنيا صعبة والدنيا مش عارفة ايه. فعلا والله ربنا يلطف بالناس كلها يا رب، وربنا يكون في عون اي حد. انا والله يعني انا مش قادرة اقول لكم. هنحط بقى طبعا فلفلايه وطماطمايه وبصلايه، وشايفين بقى الجمال. الله الله على الجمال. يلا بقى على الشاي. شايفين الفرخة خلاص كده مقربة ان هي تستوي، وشايفين الجمال واللون بتاعها الحلو قوي قوي والرائع. طبعا هحط كمان العصيان بتاعه الشيش طاووق كده جنبها، نقلتها في جنب، وهحط عصيان الشيش طاووق. طبعا سبتهم طبعا كالعادة. وتعالوا بقى نعمل، هصبع معاكم الكفتة ملح وفلفل ومية من بتاعة البصل وشوية كاتشب وشوية زيت، وهقلب هقلب هقلب. خلاص كده ايه الجمال ده. تعالوا بقى ممكن تعملي على عصيان من بتاع الشيش طاووق لو انت حابه، ما عندكيش احنا قلنا هنتحدى بقى ايه اي حاجه. طبعا لو انت عايزه تعملي الفراخ الكفته والفراخ وكل الكلام ده في الفرن مفيش مشكله نهائي. يعني لو ما عندكيش فحم احنا مش بنقف يا جماعه على حاجه، تحط طبعا في الفرن صينيه كده محترمه وتحط في الفرن. وطبعا انا هعمل لكم ميكس كفته ما بين اللحمه وما بين الفراخ في فيديو تاني لوحده وفي الفرن مش على الجريل او مش على الشوايه، هنحطه في الفرن. طبعا ميه البصل اللي معايا انا عملت كده صوابع كفته زي ما احنا شايفين، وهدهنها كده بالصوص اللي معايا. شايفين بقى لون الشيش طاووق عامل ازاي؟ الله على الجمال. مش قادره اقول لكم بقى على الروايح عامله ايه. شايفين بقى الكفته؟ طبعا انا بسيبها تاخد براحتها خالص، وعلى فكره مش محروقه ولا اي حاجه، انا بسيبها تاخد راحتها، تاخد وتدي مع نفسها بشكل ودي. تعالوا بقى، طبعا احنا عملنا هنا طبق سلطه شهي جدا، وعملنا كمان الطحينه، وهزين كمان
احنا قلنا التاتشات ممكن تزيني بقى بترنشات ليمون، ببقدونس او شبت او كزبره، بطماطم. التزيين انت وراحتك. احنا بندي افكار لبعض زي ما احنا متفقين، وكلها سهله وبسيطه، وفي البيت مش هنجيب حاجه من بره. شايفين بقى الجمال والطعم حكايه. طبعا احنا كلنا عارفين تجهيز الطحينه، واحنا جهزناها مع بعض في كذا فيديو قبل كده. شايفين الجمال؟ العين طبعا بتاكل قبل ايه؟ قبل البق. حط بقى شويه بقدونس كده او شبت في النص. وطبعا هنا طبق الفراخ. شايفين الجمال؟ الله الله يا وعدي على الجمال. شايفين؟ الله على الفراخ. شايفين؟ مش قادره اقول لكم. الطعم طبعا كان حلو قوي، والتتبيله رائعه رائعه. وطبعا لازم ناخد بالنا من تيست التوابل وتيست الملح، كل مره بقول لكم باكد عليكم تيست التوابل وتيست الملح. شايفين بقى الحلاوه؟ كانها مرسومه والله، مرسومه. طبعا انا كنت ناويه احط كل حاجه لوحدها، بس جالي اقتراح من الاخوه الافاضل الشيفات اللي معايا، ولادي طبعا. قالوا لي لا يا ماما اعمليها على صينيه كده كانك انت بتقدميها او جايه من المطعم. شايفين انا برصها ازاي؟ الله الله الله. هنرص كده جنب من الكفته وجنب كمان من الشيش طاووق والفراخ في النص. الاكله دي ناقصه ايه بقى؟ محدش يقول لي رز بسمتي. هي طبعا كان المفروض يبقى فيه رز بسمتي، بس طبعا احنا قلنا هناكل ايه؟ بما ان في الاكله دي هناكلها بقى بطحينه وسلطاتها، بعيش بمعنى اصح. شايفين بقى الجمال؟ طبعا انا مش قادره اقول لكم ان الكاميرا ظالمه الاكله، بس بقى بجد بجد الاكله شهيه قوي وحلوه وجميله وتنفع في العزومات. وممكن تعملي افكار منها كل فكره لوحدها، يعني ممكن تعملي الكفته لوحدها، الفراخ لوحدها، الشيش لوحده. مش شرط ان انت تعملي كل الاكله مره واحده. انا بقدم لكم افكار وبطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه. طبعا هنا انا عملت فلفل وحطيته، كانت شوياه طبعا مع الفراخ، وحطيته بالطريقه دي. عايزه بقى تشوي طماطم، عايزه تشوي فلفل، زي ما انت عايزه. اللون طبعا بتاع الكفته حلو مش محروق طبعا. وطبعا انا زينت بشبت وليمون بطريقه حلوه وسهله. وشوف شايفين بقى لون الكفته من جوه عامل ازاي؟ انا مش قادره اقول لكم بقى على الطعم. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي وتقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في الكلام والموضوع والحوار. واعذروني ان انا بغيب عنكم في الفيديوهات. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جاي.